أهلا بيكم وكل أنواع الشقق المطروحة هذه الأيام كما أعلن لنا وزير الإسكان. ومهم جدا كل الناس تتابعنا عشان نفك اللخبطة اللي حاصلة للناس، لأن احنا سمعنا جنة مصر ودار مصر وسكن مصر وصبا مشروع صبا ومشروع الإسكان الاجتماعي ومشروع إسكان متوسط. ايه اللخبطه وهوجه الاعلانات الكتير قوي اللي طرحت مره واحده واللي تم الاعلان عنها مره واحده. خلينا كده نقسمهم مع بعض واحده واحده، بس ركز معانا قوي، واتمنى طبعا اللايك الجميل بتاعك عشان الفيديو ده يقدر يوصل لاكبر عدد. بس نتمنى اكتر ان انت تركز عشان تستفاد. هناخدهم نوع نوع كده، من اول اسبقيه الحجز. من اول اسبقيه الحجز واسبقيه المعلومات اللي حضرتك ممكن تاخد فيها اجراءات. اول نوع فيهم هو مشروع صبا مصر. مشروع صبا مصر ده اسمه اسكان فوق متوسط. يبقى احنا عندنا فوق متوسط وعندنا متوسط وعندنا محدود الدخل. وزير الاسكان طلع والراجل مشكورا، وحاجه تبشر بالخير ان الراجل طالع لينا وناوي يطرح شقق كتير جدا وفعلا يغطي العجز اللي كان خلى الناس تعمل اسعار خزعبليه لكل شيء، واللي عنده شقه جوه حاره بيبقى يطلب فيها ارقام غير منطقيه. خلينا نعرف كده ان اول مشروع فيهم وبدايه الطرح فيه من يوم 22/9. من اول هنا بنتكلم بقى مفهم، ده اسمه اسكان فوق المتوسط. حضرتك ده المقدم بتاعه 151,000، بس مش المشكله في المقدم خالص، وده مكانه في التوسعات الشماليه في اكتوبر. فين بقى التوسعات الشماليه دي؟ الناس اللي متعرفش المكان، التوسعات الشماليه دي الحته اللي ورا مول العرب مباشره، بس مش اللي ورا مول العرب بقى بالظبط، لا ده انت كمان اكنك ماشي في محور جمال عبد الناصر، هي على يمين هذا المحور. منطقة حيوية جدا وليها مستقبل كبير جدا، وبتفضل مكملة معاك لغاية الطريق الأوسطي، اللي كمان الناحية التانية منه هي المنطقة الصناعية. المنطقة طبعا منطقة مهمة جدا ومنطقة مفيدة جدا، ولكن طبعا احنا كلنا صعقنا من الأسعار. ده أول إعلان كلنا أحبطنا شوية من الأسعار بتاعته، لأن الأسعار بتاعته بتتراوح من 2 مليون 600 و2 مليون 300 للأرض والأخير و2 مليون 800. طبعا هو الدولة حقها انها بقى تطرح ليه؟ لان ده ممكن يقول لك ده اصل ده مش لاي حد، ده اسمه اسكان فوق متوسط. طب يا جماعة، طب ما هو كل ما انت بتنزل اسعار حاجات باسعار معقولة كلهم 2000 وحدة، ودي بقى احنا بنكلم القائمين على الاسكان كلهم 2000 وحدة، كنت لازم تخلي السعر معقول شوية عشان خاطر حتى تسد عجز. ثانيا ان انت تدي مؤشرات طيبة للاعلانات، لكن انت هتكسب كام يعني في ال 2000 وحدة؟ هم كلهم 2000. خلينا كده نعرف هم ال 2000 وحدة دول كاملة التشطيب، مساحات من 130 و 160، وطبعا ده من يريد ان يحجز فليحجز. وخلي بالكم طبعا الناس اللي هي متابعه اسعار العقارات، في ناس بالنسبه لهم ال 2.5 مليون دول ولا شيء، وبالنسبه لهم والاقساط الربع سنويه ممكن توصل ل 200,000 جنيه في الشهر، ده حد ادنى. ده الاقساط الربع سنويه لو انت هتقسط مثلا على 5 سنين او 7 سنين. ده بالنسبه للمشروع الاول واللي بيتم طرحه خلال هذه الايام، وشغال الطرح بتاعه على موقع الاسكان. حد هيقول لي هي دي في مكاتب البريد؟ اقول له لا، ده اسكان فوق متوسط ما بيبقاش في مكاتب البريد، ده بيبقى تبع بنك الاسكان والتعمير، وحضرتك لازم تعمل موقع وحساب اكونت لنفسك، وتبتدي بتتابع الطروحات والاراضي والشقق اللي بتنزل على هذا الموقع. التحويل البنكي بيتم عن طريق تحويل بنكي، والكلام ده كله كلنا عارفينه، وهنجيب له فيديو مخصوص ونتكلم عنه. ده اول مشروع واول نوع هو اسكان فوق متوسط. تاني حاجة اسمه الاسكان الطرح الدائم. الطرح الدائم ده حضرتك دي شقق نازلة في اجهزة المدن، شقق نازلة في اجهزة المدن، ودي انت هتقدم عن طريق اجهزة المدن. حضرتك اكتوبر فيها وفي مدن كتير جدا فيها هذا الطرح، وبرضه بتتراوح هذه الشقق في اعداد محدودة، مش بتتراوح باعداد كبيرة، لا في مشروعات باقي فيها، يعني دي بواقي مشروعات. فعندك هتلاقي هنا مثلا 100 وحدة، هنا 50 وحدة، وده برضه مش لمحدود الدخل،
ده مش لمحدود الدخل، دي حاجات بواقي مشروعات في أجهزة المدن. أجهزة المدن بتطرحها للجمهور عشان خاطر إنها توفر سيولة تعمل بيها إيه مشروعات أخرى. يبقى تاني نوع هو نوع الطرح الدائم، واللي كان اتكلم عنه وزير الإسكان، إن إحنا على طول هيبقى عندنا شقق، لأن على طول في شركات بتعمل مشاريع والهيئة ليها نصيب في هذه المشاريع، فيتم إيه طرح هذه المشروعات. بالإضافة كمان إن الهيئة بتبني ذات نفسها مشروعات، وهي هيئة المجتمعات العمرانية يعني، زي مثلا صبا إيه مصر اللي إحنا إيه شايفين. ده بالنسبة لتاني نوع. تالت نوع وهو جنة مصر وسكن مصر، وده اللي قالوا هيتم الإعلان عنه في شهر 10، وده هيكون الإعلان بتاعه إحنا كلنا منتظرينه، لأن بقاله أكتر من سنة لم ينزل لنا أي معلومات عن أو أي أطروحات عن جنة مصر وسكن مصر. محدش يجي يقول لي إيه أصل المقدم كام ومش المقدم كام. هم اعلنوا ان هم هينزلوا، لكن لسه باقي التفاصيل. طبعا جنة مش متوقع ان يقل ثمنها برضو، خلي بالكم، عن 2 مليون. مش اي حد يتوقع ان هي تقل عن 2 مليون. اعتقد ده يعني ممكن يكون يعني متفائل شويه. ولكن جنة لا، ليها مميزات كتير، وجنة بتبقى في اطار كومباوند، فاي حد نفسه يعيش في كومباوند وعايز يبقى بالتقسيط على فترات طويله، هتبقى جنة دي بالنسبه له ايه مناسبه. وجنة طبعا فيها بتبقى في اماكن مميزه جدا، ومتوقع كمان انها ممكن تكون فين، في الحته اللي هي برضو في التوسعات الشماليه، لان هناك في جنة مصر، لان هناك في ايه مشروع جنة مصر دي شقق برضو ايه الدوله وبنك الاسكان والتعمير. ده تالت مشروع. رابع مشروع اللي هو الاسكان الاجتماعي اللي كلنا منتظرين. اكتر من مليون مواطن ومليون اسره منتظر هذا المشروع على فارغ الصبر. عندنا اخبار ايجابيه فيه وبنتكلم فيه بشكل ايجابي، ولكن طبعا المهم ان انت تعرف ان الطرح ده هيكون في شهر 11. ولو هو هيكون في شهر 11، انا نتوقع كده يا جماعه ان هو هيكون في نص الشهر، عشان خاطر يديك لنص الشهر ال 12. ولو لقى في طلب كتير على التقديم يمدوا معاك لغايه اخر السنه او يبقى بنهايه السنه، يبقى انت ايه حضرتك ان شاء الله تقدر تقدم على هذا المشروع. المشروع ده مطروح فيه 60,000 شقه اسكان اجتماعي. طبعا جنة مصر وسكن مصر هيطرح فيه اللي هو محور الاسكان المتوسط، هيطرح فيه 10,000 شقة، ودول مش شرط يكونوا يعني تسليم مباشر، ده ممكن يكونوا ايه لسه ايه هيتبني. مشروع الاسكان الاجتماعي ده انت هنا بتتكلم فيه مقدمات حجز بتتراوح هتكون تقريبا كده 28,000 جنيه طبقا لاخر اعلان وطبقا لاخر تسعير. وفي اخبار حلوه ان ممكن التسعير يكون نزل بدل 500 490، ده ممكن ينزل مثلا يخلي 28 27. ده هنعرفه اكتر الفتره اللي جايه، ممكن تبقى 30. كل ده هنعرفه الايام اللي جايه، خلينا كده ده. بس انا المهم في الحلقه دي ان انت تعرف ان هم دول 4 انواع لاطروحات الشقق اللي اليومين دول. 4 انواع. حضرتك محتاج اي نوع فيهم ابتدي. هننزل طبعا لكل نوع فيديو واثنين وثلاثة، وهنشرح كل الكلام ده بالتفصيل، لان موضوع الاسكان موضوع مهم جدا لكافة شرائح المجتمع المصري. كلنا بلا استثناء انا وانتم بنبقى فعلا محتاجين نسيب شقة او اكتر كمان لابنائنا، عشان خاطر نضمن لهم شوية الايام الصعبة اللي احنا عايشين فيها دي، وما يعانوش المعاناة اللي احنا عانيناها في شبابنا. يعني انا من الناس اللي ابويا ما كانش لا سايب لي شقة ولا كان سايب اي حاجة، ولكن الحمد لله الواحد قدر ايه يعمل كل اللي هو نفسه فيه، بس خد مجهود وتعب وسنين وشقة. يعني نتمنى ان ايه ولادنا ما يمروش بنفس اللي احنا ايه مرينا بيه. يبقى ال4 انواع دول ان شاء الله ان شاء الله كل الناس اللي هي بتتابعني تتابع معانا، ونتمنى الفيديو لو فيه معلومات مفيدة ليك ووضح لك ايه هم ال4 انواع المتاحين وايهما مناسب ليك. انت بنتكلم على اول نوعين دول يا جماعة، لا هو مفيش شروط ليهم اصلا، مفيش شروط، اي حد عايز يقدم، ولكن هتبقى بمبالغ كبيرة وهتبقى بارقام كبيره. وما تبصش على الريسيل، لان وارد ممكن ما يحصلش معاك ان انت تعمل اعاده بيع، يعني تحجز وتلاقي اللي يشتري منك باوفر وتطلع كسب. ممكن وممكن تلاقي،
فهنا انت تاخد ايه قرارك لنفسك. ده اول حاجه. ونتمنى طبعا كل الناس تتابعنا الفتره اللي جايه دي عشان كل المعلومات المهمه اللي احنا هنجيبها لكم. نشوفكم دايما بكل خير. شكرا ليكم وللقاء كل متابعينا الكرام.